علينا هالافراح والاعياد دائما وابدا. اليوم خميس معناته ويكند، هذا خلصين منه. لكن هالويكند شنو؟ شويه طويل، في اجازه. يا جماعه كلنا نبي نحتفل، كلنا نبي نستانس، كلنا نبي نستمتع، لكن الركاده زينه. ديروا بالكم شوي شوي بالطريق. قاعد نشوف كل ما مرينا بشارع، بعيد الشر عن الكل، في ناس متعرضه حق حادث بسبة شنو؟ التليفون. يا جماعه اللي يبي يسوق لا يصور، خلي اللي يمك يصور. انت سوق دير بالك، تبي تلف من حاره لحاره ما فيها شيء، طق اشاره عادي، مو كذي فجاه دبوف. فيا جماعه الخير نبي نستانس، نبي تعدي هالعطله وهالاعياد الوطنيه ان شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله ولا اضرار. نبي الكل يستانس وعسى الله يديم علينا مره ثانيه هذه الاعياد والمناسبات. واهم شيء عيالكم اذا تبونهم يستانسون خلي يستانسون، لكن شوفوهم شلون يبون يحتفلون. بيحذف بالونات، مسدسات ماي، بيفلع الناس ببيض، ديروا بالكم. فمره ثانيه يوم الخميس وان شاء الله نكون مع ضيفنا خفاف عليكم دقايق ورادين. حياكم الله مستمعينا في رد كاربت، ومثل ما عودناكم يوم الخميس دائما يكون عندنا ضيف يعني يمتعنا ونستمتع وياه بأحلى أجواء في مثل هذه الأجواء. اليوم احنا راح يكون عندنا ضيف مثل ما قلنا لكم، وهو شاب كويتي قدر يحول هوايته إلى مصدر دخل رئيسي بحياته، وشيء كثير وأمور كثيرة راح نتعرف فيها من خلال الساعة المباركة. حياك الله معنا صالح المغربي. ساعتك أبرك والله يحييك. أنا وايد مستانس إني موجود معاكم اليوم، وعندي لكم سوالف إن شاء الله يعني أمتعكم بهالسوالف وبنفس الوقت أفيد اللي يسمعون. حلو. إحنا طبعا نبي نعرف المستمعين منو صالح المغربي وشنو هوايته. إحنا بنقول إن أنت صانع خشب مثل ما أنت كاتب في حسابك. نعم، صانع أثاث. صانع أثاث صح. حلو. لكن هذه يعني كانت بعد مراحل وتجارب كثيرة. وايد مراحل. أول شيء أنا ما بديت بالنجارة، وأصلاً أنا ما كنت أحب النجارة. يمكن اللي يشوف شغلي أو يشوف حساباتي بالسوشيال ميديا يشوفني شلون قاعد أشتغل وشنو الإنتاجية اللي عندي والكميات اللي قاعد أشتغل فيها، يقول هذا يعني غرامة شيء اسمه نجارة، مو بس ماخذها كهواية، ماخذها كحب وكشغف. بس بالأساس أصلا ما كنت أحب النجارة، ما عندي ميول لها كلش. أنا قبلها كان عندي هوايات ثانية وبالغلط دشيت بالنجارة، ما كان ببالي أن أنا أدخل بالنجارة. حاليا أنا صانع أثاث، يعني أسمي نفسي صانع أثاث. أي، لأن توجهي بالنجارة هو الأثاث. يعني عاد تقدر أنت تتخصص بالأثاث بشغلات معينة مثل طاولات أو خزائن أو يعني أسرة، أي غرف النوم وغيره. بس أنا ماشي بخط الطاولات ومدخل معاهم الكراسي بالفترة الأخيرة. قبل النجارة إذا تحب أقول لك، قبل نروح حق قبل النجارة. النجارة كم سنة صار لك فيها؟ أنا صار لي أكثر من 9 سنين. ما شاء الله. أي أكثر من 9 سنين. خلينا نتكلم بالإجمال بس تقريبا 7 سنين فعليا أقدر أقول أن أنا نجار، لأن اللي قبلها أنت تعرف في تجارب والتعلم والغلط. سنتين بحث تقريبا. كذي من بعدها أقدر أقول أن أنا دخلت وأقدر أسمي نفسي نجار، يعني أقدر أسوي شغلات أن الواحد يستخدمها ما فيها أخطاء وعيوب والأمور هذه. جميل. انزين الحين نعطيها خطوة ورا. قبل النجارة شنو كان؟ قبل النجارة يمكن أكثر شغلة أنا طولت فيها كهواية بحياتي كنت لاعب آيس هوكي، اللي هو خلينا نقول مو تزلج على الجليد، هوكي الجليد اللي عصات. أيوة. وبوك البوك مع العصاية واللبس والخوذة وكله أيوة. مفلعين بعض. السلام عليك. هذه ليش كل التهاوشون؟ شوف يعني يمكن هو يكون غريب، بس من ضمن قوانين اللعبة والدولية أنه مسموح لك أنك أنت تتهاوش بس بطريقة معينة. يعني أي يعني هم الهوشة بس بقانون بأدب. يعني شوي أي على السريع بس أقول لك إياها. أول شيء ما يصير اثنين يتهاوشون مع واحد، لازم واحد مع واحد. هذا رقم واحد. أوكي. اثنين ما تستخدم أدوات، تستخدم إيدك بس، يعني حتى من غير الجلوفز، من غير العصا، من غير الجلوفز اللي هو الدس، لأن الدس في حماية فممكن يأذي. فأنت يعني القصد مو هوش أن الواحد يعور الثاني كثر ما أنه هو شو للجمهور، عرض للجمهور. لين واحد منا يطيح عاد هني خلاص يفرقنا الحكم ونروح. هي آيس هوكي / جودو.
يعني شوي شوي كذي. زين كم سنه ايس هوكي؟ 12 سنه تميت تقريبا. تقريبا 12 سنه. وين كنت تتمرن؟ وين؟ انا ما يعني بس اذكر صاله التزلج اللي كانت عندنا. اللي كانت عندنا. شوف طبعا انا بدايتي اصلا مو ايس هوكي، كنت اتزلج عادي يعني، اروح يعني حالي حال رواد صاله التزلج اتزلج وامشي. يعني شوي شوي سمعت عن موضوع الايس هوكي وودي اشوفه، فتعمقت فيه شوي اكثر. صرت اشوف مقاطع فيديوهات، سالت انه في فريق بالكويت يتدربون فابي اشوفهم. منتخب؟ ما ادري انه منتخب ولا شيء، سمعت انه فريق، فعرفت انه طلع مو بس في منتخب وفي فريق ثاني، فريق في اجانب اللي هم الجاليه الكنديه كانوا موجودين. اي فكنت انا بالبدايه اتمرن مع الجاليه الكنديه ومع منتخب الكويت لوك الجليد. ومرات ادخل مع الجاليه الكنديه تحت 16 سنه لان كنت مبتدئ. يعني اخذ ثقافه هني واخذ ثقافه هناك. يا سلام عليك. شنو الفرق اللي حسيته؟ حطهم بالخلاط عرفت وعطني ويطلع لك صالح. ايوه. شوف مع منتخب الكويت تعلمت وايد شغلات، بس اهمها لا تنطر شيء من احد. سو كل اللي انت تقدر عليه وطاقتك عشان ديرتك، لأن بالنهاية أنت تمثل الكويت. صح. فلا تقول أنا لأن ما أخذت أو ما عطوني أو ما اهتموا لي أو لأي سبب من الأسباب تقول خلاص أنا بوقف أو ما أبي أعطي كل طاقتي. لا، عط كل اللي عندك، أنت تمثل الكويت بمقابل بدون مقابل، هذا موضوع ثاني. أكيد. أي هذا اللي تعلمته. مع يمكن الجالية الكندية تعلمت شوية مهارات، كون إنه هم يعني لعبتهم الأساسية ومهاريين بزيادة، فتعلمت منهم. بعدين خلاص وقفت لعب مع الجالية الكندية، استمريت مع منتخب الكويت على مدى سنة من بلشت تقريبا أو سنة ونص، صعدت للمنتخب بشكل رسمي وشاركت بأول بطولة لي. ما شاء الله. وأي مركز حققته؟ شاركنا بأول بطولة كانت لي اللي هي بطولة الخليج. خذينا المركز الثاني، كانت الإمارات المركز الأول وإحنا خذينا المركز الثاني على مستوى الخليج. على مستوى الخليج نعم. كانوا مشاركين قطر، البحرين، الإمارات والكويت. السعودية للحين ما كان متشكل لهم فريق رسمي أو منتخب رسمي بهذه اللعبة. عمان عمان. عمان كانوا موجودين نعم. ما شاء الله. وطلعت المركز الثاني. اي الحمد لله. طبعا شباب مبلشين قبلي، يعني فريق او منتخب الكويت موجود من تقريبا نهايه الثمانينات او نص الثمانينات. ما شاء الله. اي بس لانه يمكن خلينا نقول اعلاميا شوي مو ماخذين صيت. اي مو ماخذين صيت، فعشان كذي يمكن في ناس تستغرب انه شلون في منتخب ايس هوكي. ويعني تقريبا من الثمانينات هم مبلشين. وانت استمريت وياهم 12 سنه تقريبا 12 تقريبا. شو اللي نقل صالح من الجليد لصنع الأثاث؟ أوكي نخلي رابط بينهم اللي هي هواية الحداق. حلو. بما أن الحداق دش بالموضوع راح نتعرف على كل هذه الأمور بعد الفاصل. يلا. رجعنا معاكم مستمعينا مع ضيفنا صانع الأثاث صالح المغربي. كنا قاعد نتكلم أن كانت هوايتك قبل النجارة آيس هوكي لمدة 12 سنة وبعدين انتقلت، لكن في كان فاصل بينهم ألا وهو الحداق. أي تفضل. يزيد فضلك. أنا أحب البحر بكل هواياته، أغوص، حدق، تشخيط وغيره من هواياته. وصلت للجيج أوكي. أنا هذا اللي دخلني للنجارة. شلون؟ شوف بما اني احدق وبنفس الوقت في خلينا نقول في شيء اسمه كاستنج لفاح والامور هذه، فانت تضطر بعض المرات تستخدم الميرور. حق اللي ما يعرف شنو الميرور، اللي هو السمك الصناعي الصغير، الطعم على شكل سمك انك انت تصيد فيه السمك. أيوة. وقتها في شركه توها طالعه بالسوق يابانيه مو موجوده بالكويت، اسمها دو. الان هذا ولا لا عادي. زين. كويت اف ام يعني تمون على الكل. دعم الكل كفو والله. فوقتها انا وايد عجبتني الشركه هذه، عندهم تصاميم يعني كاتشي مثل ما يقولون، اليابان تلفت كل شيء طالعين فيها ويخرعون اهل فيلتها ما خلوا شيء. زين. فعندهم تصاميم وايد حلوه. زين. وانا ادري ان النوع هذا من الالوان والتصاميم يمشي ببحرنا. شلون؟ يعني مثلا في خلينا نقول قصه نوع
قصة اسمكة أو رسمة اسمكة معينة اوكي. تشبه مثلا أكثر اسمكة معروفة عندنا اللي هي الزوري تحدق فيها. ففي نسخة منها هذه راح تمشي مع بحرنا. اوكي. بناء على ألوان معينة وبرقة معينة. أيوة. طبعا على كل عمق يتغير اللون، إذا كان أحمر راح ينزل يتغير يصير أصفر. اوكي. على عمق معين. اي في هذه اللي هم مسوينها اليابانيين. ايوه اللي هم مسوينها. حلو. فانا عجبني، قعدت ادور بالسوق ادور ما لقيت. زين ما اعرف اطلب انا وقتها، تقول لي اطلب من برا ما اعرف اطلب. ايس هوكي وايس هوكي لا ماكو. ما اعرف. زين للحين يعني انا أي. متمسك بالشو اسمه. فقلت ما كل انا اسوي. طبعا صديقي اللي هو يوتيوب صرت اتعلم يعني، وطبعا مفتاح البحث معروف هاو تو، وحط اللي انت تبي. هو اصلا كتب لك بما انك مسولف عنه الصبح او رايح الاماكن هاو تو كرييت على طول يطلع مريور. ميرور. فش اسمه قعدت اشوف الطريقه. طبعا اغلب الفيديوهات تسهل لك الشغل، وهذه نقطه يمكن نرجع لها بعدين بالنجاره. اغلب الفيديوهات اللي تشوفها تسهل لك الشغل، توريك انه ترى 1 2 3 خلصت انت بس. فانا قلت هذا ما يطول وما يحتاج عفوا ما يحتاج معدات وما يحتاج يعني خبره، وعادي اخذ قص وركب. قلت يلا اي خشبه طايحه عندي، خذيت لي منشار من لازم العائله. اوكي. اي واقعد اقص. لا متعب الموضوع، هالمنشار ما ينفع بمنشار ثاني. خذيت منشار يدوي ثاني. الحين ما دشيت بامور الكهرباء والامور هذه للحين ماخذهن على طريقك. اي على طريقي. فحبه لا كني محتاج ورقه سنفره عشان انعم، كني محتاج ذاك المنشار. انزين سويت واحد بس ما ضبط، اكيد يبي لي هذاك الجهاز عشان اضبطه. فبديت اشتري. انت من تقول يبي لي ذاك الجهاز برز لي الكريدت كارد. يا سلام عليك. يا سلام عليك. اي فبديت اشتري اجهزه وادوات شوي. وكانت الأجهزة اللي أشتريها كانت وايد خفيفة، يعني ما تعتبر أجهزة أو معدات ثقيلة، بالعكس كانت تعتبر يعني أجهزة ما بيسميها بدائية، بس اللي ممكن في متناول الجميع. يا سلام عليك. هذه هي. بلشت شوي قمت أسوي كمية. أوكي سويت كمية. للحين طبعا ما وصلت للشكل اللي أنا أبيه، بس مستانس إن أنا قدرت أوصل لنتيجة. وكم وحدة سويت؟ أول مرة سويت 3. حلو. اي وبعدين عاد دشيت بالصبغ عشان ابي اصبغهم وما ادري شنو كذي. فتعلم الحين اي صبغ يركب على الخشب ويتم وما يروح. ايوه. في محل اذا يصير اذكر اسمه ابي اشكره. تفضل. في محل اسمه Q8 لورز. زين هو مشروع كويتي من بدايته. هذا الشخص انا رحت له ما اعرفه وما يعرفني، رحت له بس عشان اساله من غير ما اشتري منه. قلت له شنو الماده اللي تحطونها حق الميرور عشان اللون ما يروح؟ كان يقول احنا نستخدم ايبوكسي. فهو فادني قال لي وتحصله هني وتستخدمه بهالطريقه. شكرا وايد شكرا. انا مو ناسيك من اكثر من 9 سنين او 10 سنين، مو ناسيك. يستاهلون. فبلشت عاد سويت 3 حبات. بعدين قمت اسوي اغير بالشكل. بعدين لا الموضوع فيه اوزان، هذا راح يطفح. اي فتهندس ان اذا حطيت وزن هني راح ينزل كذي، مع قوه السحبه ممكن ينزل اكثر. اي احنا نلاحظه في مثل بلد صغير بذيلها. صح. هذا اللي يخليها تنزل. هذا يعني يعتبر وزن مساعد، بس الوزن الاساسي يكون داخل اسمه نفسه محفور من داخل. اي فانت تعلمت شلون تحشيها وتحط الوزن فيها. ولازم تعرف اذا بتخليه من النص او من قدام او من ورا، حسب انت شنو العمق اللي تبي تنزل له. اوكي. انا خذيتها هندسه يعني. وهذا كله ما شاء الله تعلمته من يوتيوب والنت وبحث شخصي، اجتهاد شخصي. يا سلام عليك. لان شوف لو نكون منطقيين اكثر، ترى ما في دورات بالكويت يقول لك شلون تصنع الميرور او السمك هذا. ما في. ماكو. تبي تشتري موجود وسعره رخيص، ما يسوى انك انت تسويه. لا انت قلت شلون يسوونه. اي ابي اسوي هذاك الديزاين الياباني انا. اي وصلت له؟ لا ما وصلت له. ما عليه. شوف السبب اللي خلاني ما اوصل له ان لما جيت ابي اشتغل على الديزاين هذا ما كان عندي مساحه. فقلت انا اغراضي بكل مكان موجوده على الارض، الحين انا ابي طاوله اشتغل عليها. انت جاي بسالك الشغل اللي اشتغلته الحين وين؟ هذا بالجراج بالحوش؟ هذا بحوش بيتنا. حلو اللي هو الحين ورشتي. ما شاء الله. هو شوي يتدرج الموضوع، والاهل يعني ما عليه تقبلوها حبه. هم ما يدرون
بعدين انا قلت لهم انا رايح مستانس، تعالوا عندي ورشه، ما يدرون ان في شيء هني اصلا. اوكي. لان المكان هذا ما حد يدري عنه. حلو عبالي يعني بالراحه والرده. لا ما حد يدري عنه. عشان شي كنت ماخذ راحتي انا. الحمد لله الحمد لله. فكنت محتاج ان انا اسوي طاوله. تمام. ليش اول شيء ليش يعني كان اختيارك انك ببلش الطاوله؟ انا اقول لك ليش. للحين عندي الاجهزه والادوات. تمام. وانا شغال على الخشب. ما بيقول عندي خبره، بس عندي تجربه مبدئيه. اوكي. انزين. واول شيء محتاج ان انا اشتغل عليه اللي هو الطاوله. الكرسي موجود عندي، اقعد على كرسي، بس ما عندي طاوله انا. زين، يعني ما فكرت تشتري لك طاوله وخلاص، ولا انت كان في ديزاين معين لطاوله معينه يعني؟ لا ما كان في ديزاين. انا كنت ابي اسوي طاوله، لان قلت الحين عندي كل هذا، ليش ما اسوي طاوله؟ بس شي فجاه يعني اسوي الطاوله وارجع اكمل الميرور. اوكي. سويت اول طاوله وايد بسيطه، يمكن كانت 50 سنتي ب60 او 70 سنتي. اوكي. وارتفاع الارتفاع يمكن 80 سنتي 70 سنتي. اوكي. ستاندر، كل شيء ستاندر. بس كان فيها مشكله واحده، الا وهي حلوه الطاوله وتمام وشي، بس ريولها الاربعه مثبتين بطابوق. ما عليه يعني. ايرون مان شلون بلش؟ تذكروا يا جماعه. ايوه. زين، لان دز الطاوله بصبعك تطيح على بعضها. اوكي. مو عارف انا شنو التكنيك وشلون اثبتها، بس خشب مسمار سلام عليكم بس. صار عندك طاوله. لو تسويها بالليجو اثبت وايد. اذكر حتى ناديت امي، يعني قلت لها يمه تعالي بوريك شنو سويت. فشافت الطاوله توها بتسوي شيء ان الله شو، قلت لها لا تجيسين ادري انها راح تطيح انا. اي الحق شنو بس كذي هي طالعيها بس شي قولي لي تمام وتمام. شلون نشوف طاوله بمتحف هذه يقول أيوة. طاوله الملك قيانوت بس شوفوها ما تجيزونها كذي. هذه هي. فشافتها انا مستانس ان انا قدرت اوصل حق شكل الطاوله، بس ما كنت راضي ان مو قادر استخدمها. شنو فايدتها؟ فقلت لا لازم اسوي واحده ثانيه، فهذه قطيتها. ما عليك. فمره ثانيه يوتيوب اشوف شنو الاخطاء، واشوف الفيديوهات الطويله اللي تيك 40 50 دقيقه كذا. اوكي. يعني حبه شلون تقص، شلون تصنفر كل شيء كله من البدايه للنهايه. فعرفت ان لا هذا ليش سويت كذي، انا ما سويت كذي. زين طريقه التجميع او الجوينت هذه او الربط ليش سويت كذي، انا زين ما عندي هالجهاز بشنو ابدله. فتضطر او انا اضطريت ان اشوف اكثر من 10-15 فيديو، كل واحد 40-50 دقيقة، عشان أعرف شنو البدائل اللي ممكن أحطها من الأجهزة اللي ما عندي إياها. راح نتكلم عن نتيجة المحاولة الثانية بعد الفاصل إن شاء الله. عن التجربة الثانية اللي خذت تقريبا 7 فيديوهات، كل فيديو 50 دقيقة. أكثر من 7 فيديوهات كامل. يعني خلينا نقول إنك داومت دوام كامل بس عشان تتعلم الطاولة الثانية. 7 ساعات تقريبا. يوميا أنا ما أطلع. ما عدا وقتها كان تمرين المنتخب هو اللي كان يقطعني بس. كنت ما زلت بالهوكي. بالبداية أنا كنت ما زلت يعني مع منتخب الكويت الهوكي الجليد. أطالع الفيديوهات وأدور على الفيديوهات الطويلة اللي تبلش من 40 دقيقة، يعني 50 ساعة ما عندي مشكلة، ساعة ونص ما عندي مشكلة. انزين شوف واحد مسرعة يعني موريك العملية بس. لا أنا وقتها لأن ما عندي خبرة، توني بداية المجال، فأبي أعرف التفاصيل اللي يمكن ما أشوفها أو ما حد يقول لي إياها. وبيني وبينك يعني أنا ما أدري شنو أسمي الشيء هذا، إذا كان زين ولا مو زين. ما أحب أدش دورة، أبي من نفسي أتعلم، أبي أغلط وأعرف أن الغلط هذا نتيجته كذي، فلازم ما أكرره. حلو، يعني تبي تخوض التجربة وتعرف تتعلم من أخطائك. أبي أعرف ليش هذا غلط وليش هذا صح. ما أبي يعني إنه أوكي سوي كذي لأن هذا صح، زين ليش ما أسوي كذي. فأنا بأفهم هذا كله راح يصير بالتجربة، أغلط وأتعلم وكذي. فشفت الفيديوهات، عرفت ان في خطوات انا ما كنت مسويها، في شغلات ما كنت مستخدمها، وعرفت ان المسامير هي أسوأ حل انك تربط فيها او تجمع فيها الخشب حق الجوينت. فشفت شغلات وتعلمت. سويت الطاولة اللي بعدها شفتها وايد اثبت، يعني كان التغيير تقريبا 60-70% عن الاولى. من بعد اللي شفته. بس لازلت انا ما طفت، يعني من 10 انا ما طفت 1 من 10 الحين. انا ب1 موقف من ناحيه الخبره او الانتاجيه او كل هذا ذاك الوقت. بذاك الوقت. اوكي. 1 من 10. بعد الطاوله استانست. حلو.
زين خل اسوي لي كبت عشان احط شويه الخشب اللي عندي، شويه الاجهزه، شويه الادوات، استفيد من هوايتي، اسوي لي اماكن تخزين. ايوه يا سلام. ياز لي موضوع الحين ان انا اسوي خزاين وطاولات، خل اسوي طاوله ثانيه حق البيت. يستاهلون. ايه تستاهل الوالده، خل نسوي لها. سويت طاوله وطولت. شوف اقول لك يعني الطاوله اللي المفروض تخلص بيومين تقعد معي اسبوعين، يمكن 3 اسابيع، شهر. كاول تجربه مو غلط. ايه بس المهم اني اخلصها. ايه قاعد اخلصها. اذا مثلا الطاوله من 10 اوصل ل7 من 10، 6 8 من 10، ما تكون 100% كامله على مستوى بدايتي. اوكي انت قاعد تتكلم عن جوده ولا انتهاء، يعني من مراحل، يعني اي مرحله؟ الجوده نفسها. الجوده 7 من 10. 7 من 10 جيد جدا. زين يعني كبدايه لا باس فيه. زين جيد جدا. وها طاوله هني وطاوله هني وطاوله حق الحديقه وطاوله داخل، كبت هني وكبت حقي وكومودينو، الامور هذه. لقيت نفسي بعد اشهر او بعد، لا والله مو اشهر، بعد يمكن ما يقارب السنه اذا مو اكثر، زين انا نسيت اللي بلشت عشانه اللي هو الميرور، وداش بسكه الاثاث وقاعد اشري احنا نسينا الميرور. ايه معدات وادوات واجهزه، وحتى معدات ثقيله. في بعض المعدات الثقيله، مع انه ورشتي صغيره بس الحمد لله قدرت الم فيها شيء. وماشي بهالخط، خط الاثاث، وقاعد اجرب. المعدات كنت تشتريهم متوفرين هني ولا كنت تطلبهم؟ بالبدايه كنت اخذهم هني البدايه. تمام. بعدين صرت لا اطلب من برا، ولليوم انا اطلب من برا المعدات. اي خلاص وصلت انت مرحله الاكسبرت. اي خلاص. السوق هني ما يبراسك. ايوه طماع، حيل طماع. زين سؤال، كلي. شنو افضل صناعه من هالاجهزه؟ يعني اي دوله تتميز بجودتها؟ المانيا. شلون كذي؟ المانيا بهالطريقه. الالماني غير بالنسبه لي انا، يعني نجار خشب وقص غير الالماني لا تفكر. نصيحتي غير الالماني لا تفكر. داس آتو. ومشيت بهالمجال طبعا. مع بدايتي حق صناعه الطاولات، هذا شيء انا ما ذكرته. طبعا تشوف يعني بالانترنت انه والله هذه طاوله خشب بس ريولها حديد. انت كان شغلك كله خشب؟ ايه كان كلها خشب وخشب، بس قلت هذه طاوله ريولها حديد، ليش ما اشتري ريول حديد؟ لحظه، اشتري ريول حديد؟ الحين انا تعلمت النجاره، ليش ما اتعلم حداده؟ حلو. كان اروح اخذ ماكينه لحيم وادوات قص حديد واشتري حديد واسوي الدنيا كلها واشتغل عندي، فدخلت الحديد مع النجاره. بطق بوز انا. يلا. وظيفتك، شهادتك، شنو الجانب الجانب اللي يجهله المستمعون؟ اي هذه اول شيء، انا متخرج تحت تخصص الهندسه المدنيه، ما له شغل بهوايتي. حلو. في ناس يمكن يربطون مهندس او شغلك فيه رسم وكذي، يمكن الرسم شوي يساعد بس كلش ما له علاقه. هندسه مدنيه. اي. وظيفتك امورك يعني ماشيه ولا موقف انت ومتفرغ حق النجاره؟ لا انا لليوم موظف انا. اي الحمد لله. يعني ما زلت موظف على راس عملك. اوكي تمام. بس يعني كهوايه بعد الدوام شو تسوي؟ زين تسوي بالعكس. احنا هذا اللي يعني نبي نسلط الضوء عليه، انه لا تقعد فاضي ولا تقول ما عندي شيء، لا تقول انه ملل ما ادري ايش اسوي، وين اروح وين ارد. في وايد اشياء تشغل وقتك وراح تحبها نتكلم فيها اكيد. عليك فدمجت الحداده مع النجاره، وبعدين دخلت شوي الزجاج، دخلت الأكريليك اللي هو البلاستيك، دخلت شوي من الجلد. الورشة شنو وضعها؟ والله يعني ما لها لقب الصراحة. أبي تايم لابس مال الورشة شلون كانت؟ أي. وشلون صارت كذي؟ شوف كانت وكلت البيت. كانت حوش فاضي فيها قطعة خشبة صغيرة ما تتعدى الذراع. تمام. زين. ومنشار يدوي واحد ورقة سنفرة أو أوراق سنفرة. هذه اللقطة الأولى. هنا كانت البداية. يا سلام عليك. بعدين صار في شوية أدوات يدوية مثل إزميل ما إزميل والسوالف هذه. أيوة ناحية وما شنو. زين. صفيتهم يم بعض كلهم على الأرض. أرضي. قاعدة أرضية. يا سلام عليك. إيه كأني يعني بصنع شلون اللي يصنعون البوم. السكافي. أيوة السكافي. إنزين. بلشت بهالطريقة شوي لا. طاولة أجهزة، صار في معدات كهربائية.
ومعدات يعني لاسلكيه. صار في كميه خشب اكبر، لان تعرف انت النوعيه هذه تنفع كذي، هالنوعيه ما تنفع حق كذي. الخشب من وين كنت تاخذه؟ هني بعد من الكويت. اوكي. اي بس بعدين قمت اجيبه من برا. حلو. لا خلنا احنا بعدين حق بعدين. اي بعدين أوكي. حق بعدين. نبي البدايه يعني اللي عنده مثلا حاس نفسه انه مثلا والله انا حاب هوايه النجاره وكذي، يعني يقدر كل شيء متوفر بالكويت. انا طلبت من برا مو لانه ما في بالكويت، لان انا طماع، بس من الالف للياء تحصله بالكويت. حلو. الليفل الثاني انت يعني إيه؟ اختيارك انك تبي من برا، بس انه صح. حق كبدايه امورك طيبه بالكويت. كل شيء تحصله، كل شيء. مجمع دسمان والمحلات اللي تمون عليهم ما يقصرون. اي ما يقصرون. اي وعاد يعني زادت الاجهزه، صارت لا معدات اكبر. بعدين لا سكرت المكان لانه كان حوش مكشوف. اي سكرته، سويته غرفه. الجيران شلون عليهم؟ عشان شي سكرته، عشان الحر وعشان الجيران. حطيت عاد عوازل وكذي يعني. اي عشان الصوت، وعشان هم اشتغل على راحتي، ما حد يقول لي ازعاج عشان اوقف شغلي. حرام قاطه اجهزه وايد. بالضبط. شريت لك طبعا القناع الكمام. اي اكيد طبعا في انواع وايد من الكمامات، بس حق النجاره في هم بعد في منهم انواع، بس لازم تاخذ كمام فيه فلتر، ما يكون كمام عادي نفس خلينا نقول الطبي. ايوه ما يكون نفس الطبي. لا في فلاتر. ليش؟ لان انت البودره الخفيفه اللي تطلع من قص الخشب مناشير وكذي، هذه ممكن انت يعني تدش حتى من الكمام العادي الطبي. فاكيد احتياطاتك على عندك اكيد اسعافات اوليه مثلا موجوده. لا سمح الله صار ما صار. عندي انا صدق حطيتها متاخر، وهذا شيء وايد غلط، بس المفروض من البدايه تكون موجوده. هي الحين موجوده عندي. طبعا اي مكان لازم فيه اسعافات اوليه. انا بسيارتي فيه، ببيتي في مكان اللي انام فيه، بالورشه، كل مكان اسعافات اوليه. جميل. نبي نتكلم الحين بتصميم القطع. دائما احنا نلاحظ انك انت حريص بدراسه التصميم، فهل يعني ما توقعت انك راح تجيب هالطاري كلش. فهل هذه من ضمن المهنه ولا يعني؟ شوف بعد ما انتقلت لمرحله ان انا قادر ان انا اصنع وقادر ان انا اشتغل، واذا ابي اسوي مثلا طاوله او اي منتج اقدر ان انا اسوي، ما في شيء يعني يوقفني. وايد فرحت بهالنتيجه. صح. بس ما قلت لك انا وايد طماع، ودائما اطمع للافضل. يعني ترى هذا شيء وايد زين انك انت النجاح اللي توصل له ما توقف عنده، تبي اكثر. وزين ومتعب بنفس الوقت، متعب ومرهق، بس يعني يستاهل التعب طالما انا قاعد استمتع. أكيد. يعني انتقلت قلت لازم انا اصمم، مو بس اجيب لي ورقه وخلينا نقول احط قياسات، لازم ارسم 3D ثلاثي الابعاد. اوكي. ابي انتقل لمرحله احترافيه اكثر، فاستخدمت مجموعه برامج. لما صفيت على برنامج اللي هو للحين انا قاعد استخدمه، يمكن اذا في حد يبي يعرف البرنامج، اسمه سكتش اب. وايد حلو البرنامج هذا، يفيد بمجالات مختلفه مو بس النجاره. فصرت اخذ الفكره من بالي وانقلها على سكتش اب. ارسمها ثلاثيه الابعاد واحط لي قياسات. بعد اول رسمه ممكن اطلع منها خلينا نقول 7 نسخ، كل نسخه اعدل عليها شوي من التصميم الاول. اوكي. لما اوصل للتصميم خلينا نقول رقم 7 اللي هو يختلف تماما عن تصميم رقم 1 بسبب التعديلات بين هالتصاميم، فاطلع انا باكثر من تصميم. وبعد التطبيق، قبل التطبيق في مرحله اللي اسمها الورك بلان والكاتنج ليست، اللي هي مخطط العمل. انا اسوي لي مخطط عمل عشان اعرف اي تاريخ راح ابدا، اي تاريخ راح انتهي. تحط لك ديدلاين. والكات ليست اللي هي لستة التقطيع، بحيث ان انا انظم اماكن قص الخامات اللي عندي، استفيد منها بشكل كامل، ما قص عشوائي ويزيد وايد عندي. جميل جدا. بعدين عاد ابلش لمرحله التنفيذ. اكون انا طابعهم على اوراق او معي على ايباد، انهم يكونون معي عشان اطالع واطبق. حلو. راح نتكلم بامور كثيره لكن بعد الفاصل ان شاء الله. رجعنا معكم مستمعينا، وعلى السريع باقي تخيل اقل من 6 دقائق
نبي نتكلم عن المنجرة مهم. أو الورشة اللي قاعد تشتغل فيها بالبيت، هل موفر لها الحماية التامة؟ مهم. وهل سبق لك تعرضت للخطر من قبل؟ ورشة مو منجر، أنا أحب كلمة ورشة أي أكثر. ورشة. كل واحد ورشة منجرة ما تفرق. أول شيء أساليب الحماية لازم تكون في طفاية حريق، لازم، هذه وايد مهمة، لأن عندك أنت كل شيء معرض إنه يحترق وبسرعة راح تاكل النار، مثل الخشب أسهل شيء إنه يحترق. إيه صح. فلازم تكون في طفاية حريق. حاشني موقف من قبل، في مواد كيماوية المفروض أن أخليها تنشف مثل الدهانات، فأنا ما خليتها تنشف، قطيتها وانت بكرامة بالحاوية نفسها. أوكي. وتفاعلت مع بعضها، صار حرارة، بغيت تولع نار، لحقت أنا على بدايتها. كان في دخان ولا؟ إيه كان في دخان وقتها. أوبا. فأول ما قربت توها ولعت، توها يعني بداية الشعلة. يا ساتر. إيه فطفيتها. فالموضوع مو بس احتكاك أو شيء، لا، حتى المواد الكيماوية تتفاعل مع بعضها ممكن. فالحين الحمد لله موفر الأجهزة، يعني لا سمح الله إذا صار شيء عندك مطفأة حريق والأمور هذه. إيه عندي. جميل جميل. الخشبة ما تشتغل فيها إلا لما تشوفها بيدك. صح. مو بس أشوفها بيدي، لازم أنا ما أشتغل بنوع من الخشب أنا ما أعرفه، ما أعرف تفاصيله، ما أفهم شنو هو، لأن نفس ما نعرف ناخذه بشكل سريع. يمكن من الابتدائي خذينا الشيء هذا، بعض المواد تتمدد مع الحرارة وتنكمش مع البرودة اللي هو صح. ضمنها الخشب. فانزين إذا تمدد شنو راح يصير؟ يتكسر، وإذا انكمش شنو راح يصير؟ راح يتكسر. انزين إذا إيش كثر راح يتمدد وإيش كثر راح ينكمش إذا كان بهالقياس. ففي أخشاب أنا عارف اوكي ان نسبة رطوبتها صالحة للشغل، لا لازم انطرها تنشف اكثر، تتمدد هالكثر راح تخرب شغلي، تنفع وما تنفع لهذا النوع من المشاريع. فبناء على معرفتي لانواع الاخشاب هني انا اشتغل. الاخشاب الباجي اللي انا ما اعرف يعني اللي ذكرناه قبل شوي ما اشتغل فيها خلينا نقول كاوردر حق نفسي، ممكن انا اجرب هذه. اوكي. الخشب هل تاخذه مثلا من الطبيعه البيئه الكويتيه، مثلا خشب لقيته مقصوص مقطوط ناس قاطينه مثلا حديقه كذي، عادي تاخذه تشتغل فيه؟ مو بهالطريقه، في ناس ممكن تسوي الطريقه هذه، بس هذه وايد تحتاج وقت طويل، تحتاج مرحله تبخير او تنشيف الخشب، تنشفه من الرطوبه، شيره مبلله من داخل او وايد رطبه، ولها مراحل طويله، وانا ما عندي الاستعداد ان انا انطر سنوات، هي تحتاج سنوات عشان تنشف من داخل. ما في مثلا افران معينه يدخلها ينشفها؟ في اللي هي الكلين دراي، بس مو موجوده بالكويت، هاي موجوده برا الكويت. انزين فانا اخذ الخشب المبخر الجاهز او الناشف الجاهز، انواع معينه ينباع. ايه مخازن الخشب تنباع، عندك انواع كثيره ومقاسات كثيره حسب احتياجك. جميل جميل جميل. طيب الافكار في هذا الموضوع، مثلا انت الحين قاعد تو شارب قهوه، قاعد بالورشه، بسوي لي طاوله حلو، ابيها طاوله شوي مودرن بس شوي فيها حركه وفيها ايبوكسي بالنص كذي، ويا حبذا لو يكون شيء اطراف الموج وهو طاق ويفي كذي. الافكار شلون شلون اجمعهم؟ شلون اشوف؟ يعني مثلا ابي اشوف افكار، عشان يعني انا مثلا صديقي بنترست. حلو. هل كافي مثلا ولا في اماكن ثانيه، مواقع تقدر تاخذ منها افكار وكذي؟ في اماكن ثانيه طبعا، يمكن خلينا نغير الكلمه ان ناخذ افكار، خلينا نقول نستلهم مثلا. زين لنا بالنهايه الواحد ما وده يشوف شيء يقلده. اي صح، يعني انت مثلا يستلهم منه، يضيف عليه، يغير عليه، لا ماكو فكره من الصفر. صح. بس يعني على الاقل اغير، حط لمستي. في غير بينترست، في موقع اسمه باسكت بول، يمكن الناس عبالهم انه تبع كره سله، لا بس هو يعني هو تبع بالبي ولا بالبي؟ بي باسكت بول. اي هو كره سله بالانجليزي ترجمتها، بس هو ما له علاقه بكره سله، هو خشب تصاميم نفس طريقه بينترست. اوكي. اي فهم هذا حلو انك تستلهم منه. انا عاده يمكن شوي غريب، ما ادري اذا في ناس سامعه ولا لا، التصاميم بعضها انا استلهمها من السيارات والمباني. حلو. اي اشوف المبنى اقدر ان انا اتخيل عليه، خلينا نقول زين مثلا في واحد من العماير بالكويت شكله وايد حلو على انه يكون ريل طاوله تصميمه، فانا اقدر اخذه يصير الديزاين كله بريل الطاوله، بس التوب وايد يعني وايد بيسك، وايد بسيط.
حلو بس هو لاف كذي. يا سلام عليك، عرفته يا مبنى. انت من قلت اسمه ادري انه يطل على الشهيد. ايوه هذا هو. فنفس الشيء عندي لوح تقديم طعام، ماخذ فكرته انا من سياره باتمان اللي هي الSLR ماكلارن. ماخذ القصه من الجوانب قدام وورا وهم بعد الامام والخلف. فاحب استوحي من شغلات ما بيقول ما تجي على البال، بس مو مكانها الاثاث اصلا. انا اخذ التصميم او الفكره احاول اطبقه او اخذ الاساس واضيف عليه باقي لمساتي. وهذا شيء وايد حلو بالعكس، ان انت قاعد تستفيد، يعني عندك ما شاء الله نظره بالتصاميم الهندسيه وهذا، وقاعد تعكسها على هوايتك. اي احب ان انا ادخل شغلات ما لها علاقه بالخشب، بس بالنهايه تكون هي كلها خشب. جميل جميل جدا. طاف الوقت ما حسينا يعني بصراحه، ويلا لحقنا ان ندردش. سوالف معك وايد حلوه حبيبي وايد حلوة. حبيبي والله، وانت اكثر امتعتنا صراحه. انزين نصيحه تقدمها حق اللي يبي يخطي خطوه النجاره. شوف هي مصرف وايد، انزين بس مو بالضروري، حسب انت شنو اللي تبي توصل له. اهم شيء السلامه رقم 1، لان ما في شيء اهم من صحتك، فما في حد وده يخسر صحته سواء اصبع او غيره. رقم 3 لا تتحبط من اي شخص يقول لك والله النجاره مو حقك، انت كويتي او مو حق او مقتصره على فئه معينه من المجتمع. مالك شغل بهالكلام، سوي اللي انت تبيه، لان انت اللي راح تستانس مو هم، وانت اللي راح تبدع مو هم، وانت اللي راح توصل اللي تبيه مو هم. يا سلام عليك، كل الشكر لك، أسعدنا وصراحة يعني كنت خفيف، ونتمنى أن نلتقي فيك إن شاء الله في الورشة ونشوف هالشغل هذا. ونبي نعطي مستمعين حساب ضيفنا على الانستغرام صالح فرنيتشر ديزاين على الانستغرام. شكرا مرة ثانية، وايد استانست معاكم، والساعة المباركة إن شاء الله تزوروني. ساعتك أبرك عزيز وغالي، ونشوفكم إن شاء الله بعد الإجازة. فما الله. الريد كاربت مفروش لك على 103.7 كويت اف ام. كويت اف ام. هلا فبراير هلا هلا بجزاير هلا هلا فبراير هلا هلا بجزاير هلا كل سنة وهو معانا غير عيدنا عيد شتي يا كويت كل سنة وهو معانا غير عيدنا عيد شتي يا كويت هلا فبراير هلا هلا بجزاير هلا كل عيد معانا غير في كويت يفهم 103.7. مركز الشيخ جابر الثقافي. ويسمى بدار الأوبرا الكويتية، هو معلم معماري وثقافي بجوار قصر السلام. صدر قرار البناء عام 2015، وفي 31 أكتوبر 2016 تم الافتتاح الرسمي. كان بحضور أمير الكويت آنذاك الشيخ الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح. شارك في الافتتاح الراحل عبد الحسين عبد الرضا والفنان سعد الفري، بجانب فنانات الكويت حياة الفهد وسعاد عبد الله. ذمتك هديتي ان احنا في يوم من الايام بنوقف على هالمكان الرائع. هذا المكان اللي كلنا نحلم فيه من سنين وسنين، حلم وتحقق. الحمد لله انه حلم وتحقق. غنى في الافتتاح عبد الله رويشد ونوال. أشرف على بناء المركز الديوان الأميري، واستغرق 22 شهر على تصميمه وإنجازه.